عليكم جميعا، يا رب أيامكم كلها سلامة وصحة وعافية. أنا عايز أقول كل زملائي في مجال البايوتكنولوجي والتكنولوجيا الحيوية، احنا عندنا فرصة رهيبة جدا جدا اليومين دول أو الفترة دي، وخصوصا بعد الحدث الكبير بتاع استيراد شحنة جلد بشري من قبل أهل مصر. طبعا حدث كبير جدا، ويعني تحية كبيرة جدا ليهم ان هم قدروا يوفروا حاجة زي ديت للناس مصابين الحروق، وازاي ان هم يقدروا يستخدموها في علاج والعمليات التجميلية للناس حصلت لها حروق، بعد الشر على الجميع. ومهم قوي بقى ان احنا نقول ان الحتة دي بتاعة ان انت تستورد الجلد البشري، دي نقطة مهمة جدا جدا في المجال بتاع التكنولوجيا الحيوية. يا جماعة احنا التكنولوجيا الحيوية من ساعة ما وزارة التعليم العالي ووزارة الصناعة من قبلها، وقالوا احنا في مصر لازم يكون عندنا القسم ده، لازم يكون عندنا التخصص ده علشان حاجة زي كده. احنا محتاجين الجلد البشري في حاجات زي كده، ان احنا نقدر ننتجه باستخدام تكنولوجيا زراعة الأنسجة، اللي هي التيشو كلتشر والستيم سيل. ده مجال بيقول لك النهارده يا سيدي يا متعلم، حضرتك اخدت المجال ده ودرست التكنيكس دي، يلا ابلايت في الماركت، يلا البيزنس بيقول لك ان ده في نيد، احنا ممكن نشتغل على النيد ده. فانا بدعو كل والله زملائي، بدعو كل الدكاترة المتخصصة في المجال بتاع زراعة الأنسجة. أنا أتذكر ربنا يبارك فيها كانت الدكتورة ميرفت الدفتار، أخدت معاها ورشة عمل في المعهد القومي للأورام تقريبا في الفترة، مش متذكر 2013 2012 أوائل 2010 2011 2012، أنا مش متذكر بالظبط السنة كام. أخدت معاها ورشة عمل في المعهد القومي للأورام، كانت قوية جدا في زراعة الأنسجة. وكانوا ساعتها كان ما شاء الله زرعوا الفك بسكافول تكنيك، بيعملوا تجربة. كان كلب، والكلب ده كان عنده زي سرطان في الفك، فتم استئصال الجزء ده وزرعوا مكانه جزء تاني بعد ما زرعوا الكارتج، الخلايا والأنسجة بتاعة الفك، زرعوها. وبعد كده راحوا طبعا اتعمل عملية، والكلب بقى يعني حتى كنا بنشوف الصور ونشوف الستبس بتاعت العملية ديت. لا لا، ما شاء الله، احنا عندنا الابيليتيز ان احنا نقدر نعمل ده هنا عندنا في مصر. فزراعة الجلد البشري، انا اتمنى ان الناس يعني اقول ايه، ممكن نعمل مثلا ويبينار، يبقى لقاء تبادل ما بيننا وما بين بعض. يعني أدعوكم جميعا والله، شوفوا مثلا في خلال الفترة القادمة الدكاترة المهتمة بالمجال ده ومتخصصة في المجال ده في زراعة الأنسجة والستيم سيلز، نعمل حاجة زي كده ونتكلم ونفيد بعض، بحيث ان في الاخر يطلع منتج في بلدنا. يعني احنا بنتكلم ان احنا بدل ما نضطر ان احنا نستورده من بره، احنا نقدر نزرع وننتج جلد بشري هنا في مصر، بالتكنيكس اللي احنا اتعلمناها ودرسناها. وفكرة ان احنا نحول ده الى بيزنس يبقى بروفيتبل، او حتى يكفي مصاريف انتاجه. اي ثينك ان احنا ما دام وصلنا ان احنا نستورده، اي ثينك ان احنا نقدر نغطي تكلفته لو احنا انتجناه هنا في مصر. اتمنى ان احنا نقدر نعمل حاجة زي كده. دي رسالة مني كده بعد الحدث اللي انا شفته ده، بصراحة مبسوط بيه، دي رقم واحد. واتمنى ان احنا نقدر نعمل ده. اتمنى ان كل الناس اللي مهتمة، هحط لكم ايميلي تحت وابعتوا لي على الايميل، نرتب مع بعض ويبينار نتجمع فيه، الدكاترة المتخصصة في المجال، دكاترتنا كلها، الزملاء اللي خارجين البايوتكنولوجي، وابعتوا لي ايميل وهنرتب مع بعض ويبينار كده، ويبقى ويبينار جاست ويبينار واحنا قاعدين في البيت، بنعمل توك مع بعض وبنتكلم ان احنا ازاي ممكن ده يبقى ابليكابل، وازاي نقدر ناخد خطوات ان هو يتطبق. يعني اتمنى ان دي حاجة صغيرة كده، ايه، بداية هو الواحد بيعملها ونتيجتها على الله وبمجهوداتنا.
مع بعض. يعني احنا بنقول احنا بنتوكل يعني، ولكن ناخد خطوات ونسعى. واتمنى ان ده يكون حاجة مفيدة لبلدنا ومفيدة لينا، والعلم اللي احنا اتعلمناه نقدر نطبقه في يوم من الايام. شكرا.